في دهاليز النفس البشرية، حيث يتوارى الظلام خلف أقنعة الحياة اليومية، تبدأ حكايتنا. هي ليست مجرد سرد لجريمة، بل رحلة في أغوار الخيانة، المرض والانتقام البارد. الفصل الأول: اختفاء في ظهيرة مراكش. عادت عقارب الزمن إلى الوراء، وتحديداً إلى 23 من شهر يوليوز لعام 2011. كانت مدينة مراكش بضجيجها المعتاد وحرارتها اللاهبة مسرحاً لبداية هذا اللغز. دلفت سيدة تدعى حورية، تبلغ من العمر 38 عاماً، رفقة ابنها إلى ولاية أمن المدينة. كانت ملامحها تصرخ قلقاً، ونبرة صوتها تحمل ارتعاش الخوف. أبلغت حورية رجال الأمن أن زوجها سعيد، البالغ من العمر 41 عاماً، قد ابتلعته الأرض منذ أكثر من يومين. سعيد تاجر التحف التقليدية الأرتيزانا، لم يكن من عادته الغياب دون أثر، وهاتفه الذي لا يفارقه بات خارج التغطية. زاد من حدة الموقف كونه مريضاً بالسكري، ورغم تأكيد الزوجة أنه لم يسبق له السقوط في غيبوبة مفاجئة، إلا أن الاحتمالات السوداوية بدأت تنهش عقلها. تعاملت الشرطة بمهنية صارمة، جمعوا أوصافه الدقيقة ورقم سيارته التي اختفى بها، وبدأوا مسحاً شاملاً للمستشفيات ومخافر الشرطة. مرت 4 أيام ثقيلة كأنها دهر، وسعيد مجرد اسم في سجلات المختفين، لا أثر له في معتقل ولا في مشرحة. الفصل الثاني: الشقة الملعونة. في اليوم الرابع عادت حورية إلى الكوميسارية، لكن هذه المرة لم يكن القلق هو ما يكسو وجهها، بل الرعب الصامت. أخبرت المحققين أنها لم تقف مكتوفة الأيدي، لقد جابت شوارع المدينة تسأل أصدقاء زوجها، حتى نطق أحدهم بكلمة السر التي قلبت الموازين. كشف لها الصديق بعد تردد أن سعيداً يتردد على شقة سرية في أحد الأحياء، شقة لم تكن حورية تعلم بوجودها طيلة سنوات زواجهما. اندفعت حورية إلى العنوان المذكور. طرقت الباب لساعتين دون مجيب، وسكون القبر يخيم على المكان. لم تحتمل الانتظار، فاستدعت ابنها وكسر الباب، وما إن وطئت قدماها العتبة حتى تجمد الدم في عروقها. لم يكن سعيد هناك، لكن الموت كان حاضراً في كل زاوية. الأثاث مقلوب رأساً على عقب، وكأن عراقاً وحشياً دار في المكان. الأرضيات من الصالون إلى المطبخ كانت مخضبة بالدماء، وحين رفعت بصرها نحو الحمام رأت مشهداً سريالياً من الجحيم، الجدران ملطخة باللون الأحمر القاني. انتقلت الشرطة العلمية والتقنية فوراً إلى مسرح الجريمة. بدت الشقة وكأنها مسلخ بشري. استخدم المحققون مادة اللومينول لكشف الآثار الممسوحة، فتلألأ المكان بضوء أزرق كاشف للدماء. وفي قعر مرحاض الحمام عثروا على بقايا صغيرة من اللحم البشري، دليل قاطع على أن ما حدث هنا لم يكن مجرد قتل، بل تقطيع وتنكيل. رغم فخامة الأثاث الذي ينفي دافع السرقة، كان الغموض سيد الموقف. لا كاميرات مراقبة في الحي، والجيران لم يروا شيئاً سوى طيف سعيد الذي كان يظهر ويختفي وحيداً. رفعت الشرطة العينات والبصمات، وبقي السؤال المعلق: لمن تعود هذه الدماء؟ وهل سعيد هو الضحية أم الجلاد؟ الفصل الثالث: الحقيبة الصفراء في قاع البئر. بينما كانت شرطة مراكش تفك طلاسم الشقة الدموية، كان القدر ينسج خيطاً آخر في ضواحي المدينة. تلقت عناصر الدرك الملكي بلاغاً من فلاح بسيط. كان الرجل يحاول سقي أرضه، لكن بئر الساقية فاضت بالمياه بشكل غريب. حين نزل ابنه لتسليك المجرى، اصطدم بشيء صلب وثقيل. تعاون الأب وابنه لسحب الجسم الغريب، فكانت المفاجأة حقيبة سفر صفراء كبيرة. وبفضول مشوب بالخوف فتحا الحقيبة لتنبعث منها رائحة الموت.
بداخلها كانت ترقد جثة امرأة مقطعة إلى أشلاء، ورأس مفصول يعود لفتاة في مقتبل العمر. هرع رجال الدرك إلى المكان. المعاينة الأولية أشارت إلى أن الضحية في الثلاثينيات. ومن حسن الحظ، أو ربما لسوء حظ الجاني، وجدت حقيبة يدها داخل الحقيبة الكبيرة، وبداخلها بطاقة هوية تحمل اسم ضحى، 30 عاماً، تقطن بمدينة أكادير. الفصل الرابع: خيوط تتشابك. انتقل المحققون إلى أكادير، حيث استقبلوا الأب المكلوم سليمان، 63 عاماً. بصدمة لا توصف، تلقى خبر مقتل ابنته التي كانت تعمل مرشدة سياحية في مراكش. كشف الأب عن جانب مظلم من حياة ابنته: طلاقها قبل 3 سنوات، ومشاكلها المستمرة مع طليقها الذي كان يعنفها ويهددها. استدعت الشرطة الطليق الذي أصبح المشتبه به الأول. اعترف بتهديدها، مبرراً ذلك بأنها كانت تشوه سمعته، لكنه نفى القتل جملة وتفصيلاً. ولإبعال الشبهة، دلت الشرطة على صديقة مقربة لضحى تدعى دنيا. كانت شهادة دنيا هي القطعة المفقودة في الأحجية. أخبرت المحققين أن ضحى كانت على علاقة غرامية برجل ثري يملك محلاً للتحف، رجلاً يدعى سعيد. أكدت دنيا أن ضحى لم تكن تحبه، بل كانت تستغله مادياً وترفض الزواج منه. في تلك اللحظة التقت خيوط الجريمة. تقرير المختبر الجنائي جاء ليحسم الأمر. الدماء الموجودة في شقة الرعب تعود للضحية ضحى، ولكن المفاجأة الأكبر كانت العثور على آثار دماء تعود لسعيد أيضاً في نفس الشقة. الفصل الخامس: الصياد والفريسة. أصبح السيناريو الآن أكثر تعقيداً. هل قتل الاثنان، أم أن سعيداً قتل عشيقته وأصيب أثناء ذلك؟ أعادت الشرطة استجواب حورية، زوجة سعيد، التي نفت علمها بأي أملاك أخرى لزوجها، لكن دهاء المحققين قادهم إلى المحافظة العقارية ليكتشفوا أن سعيداً يمتلك، بالإضافة إلى الشقة، ضيعة فلاحية فيرما في نواحي المدينة. تحركت فرقة مشتركة من الأمن والدرك نحو الضيعة. أكد المقدم عون السلطة أن الضيعة كانت مهجورة، لكن أضواء خافتة شوهدت فيها مؤخراً ليلاً. صدر الأمر بالاقتحام. ومع بزوغ فجر يوم جديد داهمت القوات الضيعة، وهناك وجدوا سعيداً غارقاً في نوم عميق، وكأنه لم يرتكب مجزرة قبل أيام. الفصل السادس: اعترافات من الجحيم. في غرفة التحقيق وأمام الأدلة الدامغة انهار سعيد وسقط القناع. روى تفاصيل ليلة الرعب ببرودة أعصاب. قال إنه أحب ضحى بجنون وأراد الزواج منها رغم علمه بطمعها، لكن القصة أخذت منعطفاً مأساوياً حين اكتشف سعيد إصابته بمرض نقص المناعة المكتسبة، الإيدز. حين واجه ضحى لم تنكر، بل اعترفت ببرود أنها كانت تعلم بمرضها ونقلته العدوى دون اكتراث. في تلك اللحظة تحول الحب إلى حقد أسود. تناول سعيد تحفة حديدية وهوى بها على عنقها، مهشما إياها بضربة واحدة أردتها قتيلة. ولم يتوقف وحش الانتقام عند هذا الحد. سحب جثتها إلى الحمام وقام بتقطيعها بدم بارد لتسهيل التخلص منها، ثم حشر الأشلاء في الحقيبة الصفراء ورماها في بئر الساقية. أما عن دمائه التي وجدت في الشقة، لقد كانت جزءاً من خطة شيطانية. قام سعيد بجرح يده عمداً ونثر دمه في أرجاء الشقة ليخلق مسرح جريمة وهمي، موهما الشرطة أنه تعرض للاختطاف أو القتل رفقة ضحى، ليبعد الشبهة عن نفسه ويظهر بمظهر الضحية. الخاتمة: أسدل الستار على مأساة مراكش باعتراف الجاني وتمثيله للجريمة. حكم على سعيد بالإعدام ليدفع ثمن لحظة غضب وخيانة، تاركا خلفه عائلتين مدمرتين وصدى صرخة صامتة في بئر مهجور.